السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. اهلا بيكم في مطبخ ريم. في مطبخي هنعمل كل وصفات العالم بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية جدا، وكمان هنتعرف على كل اسرار المطاعم بمنتهى السهولة. فلو لسه اول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ حلقتنا. فيديو النهاردة هنعمل وصفة سهلة وسريعة وحلوة جدا. كلنا بنحب نعمل وصفات مختلفة من الرز، والنهاردة هنعمل رز الطباخ او رز الافراح والمناسبات. حاجة كده تحفة جدا، مقاديرها اقتصادية ومتوفرة في البيت وسهلة وسريعة جدا. فيلا مع بعض نشوف مقاديرها ايه وكمان طريقة تحضيرها. وصفة سريعة وسهلة ولذيذة جدا، مقاديرها متوفرة في البيت واقتصادية جدا. عندي هنا رز الطباخ او رز الطباخ او رز المناسبات. هنعملوه بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا، مش هتاخد اي حاجة خالص. عندي هنا عشان نعمل الوصفة الحلوة ديت محتاجين المقادير البسيطة دي. عندي هنا نص كوباية من لسان العصفور، نص كوباية من الشعرية، كمان عندي طماطمتين مبشورين بالشكل ده كده. تمام. وعندي طبعا بصلاية كبيرة متقطعة تقطيعة ناعمة بالشكل ده. يفضل طبعا تبقى بالحجم ده كده عشان للتحمير ما تتحرقش جدا لو مبشورة. تمام. عندي ملح، عندي فلفل، وكمان الزيت، وورقتين من اللوري، ورق اللوري او ورق الغار. دي كل المقادير اللي انا محتاجاها. تمام كده، مش محتاجين نضيف اي حاجة تانية. لو حابة بهارات مثلا زي البابريكا، زي بهارات لحمة، بهارات كفتة، ممكن تاخدي معلقة صغيرة. تمام. بس دي كل المقادير اللي انا محتاجاها، مش هنزود اكتر من كده. في ملحوظتين برضو. لو عايزة الطماطم والبصل يبقوا مبشورين، مفيش مشكلة، بس الطماطم عندي مفرومة في الكبة، وكمان البصل مفروم في الكبة. تمام. وملحوظة تانية، كمية الشعرية وكمية لسان العصفور ممكن واحدة تكون أقل من واحدة أو الاتنين زي بعض، مفيش مشكلة خالص. ونبتدي نشتغل في الوصفة على البوتاجاز ونشوف عاملة ازاي. الحلة عندنا على النار بالشكل ده. هنبتدي ننزل بكمية الزيت بتاعتنا، حوالي 4 معالق أو 5 معالق كبار من الزيت. تمام كده. هنسيبه بس يدفى حاجة بسيطة، دقيقة واحدة، وهننزل بلسان العصفور بتاعنا. حمرت لسان العصفور وبقى شكله باللون اللي قدامنا ده كده. عايزة لونه حباية وحباية لحد ما تلاقي اللون بالدرجة دي كده. تمام. هنبتدي ننزل بالشعرية واحدة واحدة. لما تلاقي حباية لسان العصفور بقت لون ولون، لازم توطي وتهدي النار جدا عشان ما يتحرقش ويبقى مغير اللون كله. هننزل بكوباية الشعرية وندي تقليبة حلوة جدا للكلام ده كده. وانا مهدية النار جدا عشان ما تتلسعش. تمام. هسيبه طبعا على النار الهادية ديت دقيقتين 3 ونشوف شكله عامل ازاي.
طبعا هنضيف له لسه حاجات كتير جدا، وهيبقى طعمه ولونه وشكله مختلف تماما عن دلوقتي. فهتابعي كده معايا الخطوات ونشوفها واحدة واحدة، بس متنسيش اللايك الحلو وتفعيل الجرس. ببتدي احمر فيه كده واشوحها واحدة واحدة لحد ما الاقي درجات اللون بين الاتنين بقت قريبة جدا، ولا لسان العصفور محروق ولا الشعرية كمان مغيرة اللون. تمام كده، هسيبها بس دقيقة واحدة وبعد كده نشوف بقية خطواتها. في نفس الحلة اللي حمرت فيها الشعرية هعمل برضو بقية الخطوات فيها. هحط فيها حوالي 3 معالق من الزيت كبار، وهنزل بالبصلة وهنشوحها واحدة واحدة. هسيبها كده تتشوح وتديني اللون البني الخفيف جدا، بس نستنى عليها بس دقيقتين 2 وهنشوفها بقت عاملة ازاي. نحاول ان احنا نقلل الزيت هنا شوية طالما حمرنا لسان العصفور والشعرية في زيت كتير. نكتفي بس بمعلقتين او 3 مش اكتر من كده. لو عايزة طبعا تزودي بهارات مفيش مشكلة خالص، بس الملح والفلفل هما الاساس في الوصفة، فما تزوديش عن كده عشان طعمها ما يبقاش مغير قوي. نستنى عليها بس دقيقة واحدة ونرجع لها تاني. هي كده عطتنا اللون اللي احنا عايزينه. وبعد كده هننزل بعصير الطماطم. هنحط لها الملح والفلفل واللوري او اللورة، نص معلقة صغيرة من الملح، معاها برضو الفلفل الاسمر نص معلقة، ونحرك تحريكة بسيطة كده. كل ما تكون النار متوسطة او هادية شوية بتبقى طبعا افضل بكتير، عشان الحاجة ما تتحرقش معاكي وتاخد لون وتبقى ممررة كده وفيها طعم مرارة شوية. فضروري جدا نهدي النار واحنا بنشتغل. خلاص كده انا كنت عايزة بس يتقلبوا مع بعض تقليبة سريعة. هننزل بعد كده بالشعرية. نزلت بلسان العصفور والشعرية بالشكل ده، هديله تشويحة كده وتقليبة من كل جنب عشان اتأكد ان الخليط كله بقى من طعم بعض
ومفيش رزاية تبقى او حباية شعرية تبقى ما فيهاش خليط من اللي احنا حطيناه. تمام اهوت. هنضيف لها بقى المية بتاعتها. ملحوظة مهمة جدا، ما ضيفش المية غير لما اتأكد ان انا عطيت لها تشويحة كمان وتقليبة كده، ونبتدي ننزل بكمية المية بتاعتنا. تمام. ما زودش مية كتير. بتبتدي تتشرب معانا زي ما احنا شايفين اهو. ونراعي جدا المية وكميتها لما نحطها عشان يطلع مفلفل وما يبقاش معجون كده، وتبقى كل واحدة لوحدها. بيبتدي يتشرب المية اللي فيه واحدة واحدة، وما استعجلش عليه جدا، وهكون موطية النار جدا عشان ما يتلسعش. تمام كده. شايفين شكل الرز معانا بعد ما خلصناه وتشرب كده المية اللي فيه. انا مهدية النار جدا وهسيبه حوالي 10 دقايق على النار دي، بس تكون شمعة جدا. تمام. هو مش محتاج تسوية اكتر من كده، مجرد بس ما يقعد 10 دقايق على نار هادية هتلاقيه برضو مفلفل، وهيبقى كمان شكله احسن من كده. هو كده يعني خلاص، مش محتاجين نضيف له اي اضافات خالص. الاضافات كانت في اول الخطوات كده واحنا بنعمله، ودلوقتي بيبقى شكله بالشكل ده كده. وهنقدم رز الطباخ معانا بالشكل ده كده. شايفين شكله مفلفل، وكل حباية ايه شعرية مع لسان العصفور مفلفلة كده، وخدت كمية المية المظبوطة جدا. نوع الرز ده بقى بيمشي مع اللحوم جدا، لحمة مشوية او لحمة مسلوقة. هنشيل بس اللورة كده، وبعد كده نشوف التزيين بتاعه عامل ازاي. قدمنا
رز الافراح او رز المناسبات، وكمان اسمه رز الطباخ، بطريقة سهلة جدا، مكوناته اقتصادية ومتوفرة في البيت وسريعة وسهلة. وممكن كمان تعمليه لو مرة او مرتين في الاسبوع، مش مكلف خالص، جنب اي نوع من اللحوم بيبقى هايل جدا. فيديو النهاردة عملنا وجبة اساسية ورئيسية كده بتبقى على السفرة عندنا، واستنيني في فيديوهات احلى واحلى من مطبخ ريما. وطبعا ما تنسيش اللايك الحلو للفيديو، وفعلي الجرس واعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.